السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ بنت بتتعرض للتنمر طول حياتها بسبب شخصيتها الضعيفه لحد ما بتقابل شاب زميلها بيدافع عنها فبتقع في حب وحياتها بتتغير بسببه. لو نفتكر ايام اعدادي وابتدائي هنلاقي ان كنا مختلفين كتير عن دلوقتي. كان فينا ناس مخربشه بيعرفوا ياخدوا حقهم بسهوله، وناس تانية اجتماعيين بيعرفوا يكونوا صداقات، وناس تانية خالص على الله حكايتهم ما كانوش بيعرفوا يتحركوا ولا يتكلموا ولا حتى يدافعوا عن نفسهم، وكانوا دايما انطوائيين ما بيتكلموش مع حد لدرجه ان الكل كان بيبعد عنهم. هي دي بقى نفس شخصيه بطلتنا النهارده ايشي، بنت ضعيفه حد السذاجه وبتطلع طاقتها كلها في الكلام مع نفسها. عمرها ما حاولت تتعرف على حد ولا حتى تاخد حقها، عشان كده كانت دايما بتتعرض للتنمر. بس الشهاده لله انها كانت شاطره جدا وكانت بتطلع من الاوائل، لكن لولا الرهاب الاجتماعي اللي عندها كان زمانها بقت كامله متكامله. تعال بقى نشوف في اول يوم دراسه في الثانويه ونشوف هتبقى عامله ازاي، ويا ترى شخصيتها هتتغير مع تغير المدرسه ولا هتفضل زي ما هي. بتبدا حكايتنا في دخول ايشي للمدرسه الثانويه، وساعتها بتبقى داخله متوتره جدا وخايفه حتى حد يبص لها. ده اللي كان بيعدي من جنبها بس كانت بتتوتر ولسانها بيلزق في بقها، والصراحه ما شفتش في لخمتها حد. بس وهي ماشيه بنشوف شاب اسمه كاي اللي زميلها في نفس السنه، وبالصدفه كده بتعرف انه كمان في نفس الفصل. وتعالوا نتعرف عليه الاول. كاي ده مثال الشاب المخربش اللي بيعرف ياخد حقه بنفسه بعضلاته بقى او بكلامه، المهم انه ما بيسيبش طاره ومحدش يقدر يقرب منه. لكن شوف بقى كل ده اللي ان اوسب شاب في المدرسه كلها، وفي بنات كتير بيجروا عليه ومعجبين بيه ونفسهم بس يبصوا لهم بصه. وايشي بنتنا كانت واحده منهم اللي بتبقى واقفه تبص عليه ولا كانه شجاع السيما، عشان تشوف البنات وهم بيجروا عليه ونفسهم يبصوا لهم بس. لحد ما فيش الا من زمايلهم كانوا عاوزين يعلموا على كاي ويضربوه، لكن بكل هدوء كاي قام مطلع ازازه صودا ليمون من معاه ورجاها قدامهم، والكل كان واقف مستغرب من اللي بيعمله. لكن اول ما شافوه بيفتح الازازه عرفوا انه هيغرقهم، عشان كده طلعوا يجروا من قدامه. وكاي بقى خلاص فتح الازازه، بس من حظ بنتنا ان الصودا كلها تيجي عليها وتغرقها دونا عن كل اللي واقفين، عشان تظهر بنت تانية اسمها اندو وبتجري على ايشي وهي بتنادي على اي حد يديلها فوطه او حتى منديل، وبتبقى مستغربه هي ايشي مش راضيه تدي رد فعل ليه. لكن ايشي كانت ادت رد فعل بس في خيالها، ومش متخيله ان في حد بيتكلم معاها دلوقتي، ومش قادره ترد على اندو وواقفه زي المسمار لازقه في الارض. لحد ما كاي بيعتذر لها على اللي عمله، وهي اول ما بتسمع صوته وكمان بيوجه لها هي الكلام ما بتبقاش مصدقه نفسها، ومن لخمتها بتعتذر له وهي بتشكره وبتطلع تجري بره المدرسه. فالكل بيستغرب من اللي عملته ده وبيسالوا لو كان حد يعرفها، فواحد منهم بيقول انها ايشي زميلتهم من ايام اعدادي. وطبعا الذكريات بتبدا ترجع وكلهم بيفتكروها، وبيفتكروا كمان انها كانت الطالبه الوحيده اللي الكل بيتنمر عليها. عشان نروح وقتها لايشي نلاقيها بتغير هدومها، بس ما بتلاقيش معاها اي هدوم غير ترنج رياضي كانت شايلاه على جنب، وعماله تفتكر ذكرياتها ايام اعدادي، وبتقول ان كل ذكرياتها حزينه وخايفه تفتكر اي ذكرى فيهم يغمى عليها من الاحراج، وانها جايه المدرسه دي عشان تغير من نفسها وتنسى كل اللي فات. بس ازاي هتقدر تنسى وهي معاها نفس الصحاب بتوع اعدادي؟ ولما بترجع على الفصل بتبقى خايفه ان المعلم بتاعها يشوفها وهي لابسه الترنج وعاوزه الارض تنشق وتبلعها. لحد ما بتلاقيه فعلا بيقوم كاي عشان لابس ترنج رياضي هو كمان، وبرغم استغرابها انه لابس زيها الا ان المعلم بيوقفها هي كمان عشان مش لابسه لبس المدرسه، فتتلخم اكتر وما بتعرفش ترد عليه. لحد ما كاي بيشيلها من الاحراج ده وبيقوم رادد مكانه ومكانها ان هدومهم وقع عليها عصير وهم غيروها. فالمعلم بيعدي الدنيا، لكن ايشي ما بتعديش حاجه وبتفضل تفتكر في اللي حصل الصبح، وهي بتقول لنفسها هو ما وقعش عليه عصير، ازاي بيكذب ويقول كده؟ ومش بس ابدا انه طلعها من الموقف المحرج اللي اتحطت فيه. وبعد اول يوم ما بيخلص بترجع ايشي للبيت وهي بتفتكر كل ذكرياتها زمان، وانها قابلت كاي اول مره في اخر يوم دراسه في اعدادي، واكيد هو مش فاكرها بالرغم انها فاكراه كويس. ولما بتوصل البيت مامتها بتسالها عن يومها النهارده كان عامل ازاي، لكن ايشي بتكذب وتقول ان كان كويس، بس باباها كان في عالم موازي وسالها لو كانت مرتاحه في المدرسه الجديده، فبتكذب عليه هو كمان وبتقول له وتدخل اوضتها على طول عشان تعرفنا ان حب اهلها وخوفهم عليها الزايد هو اللي وصلها للدرجه دي، وخاصه انهم بيختاروا لها كل حاجه من صغرها وما بتعرفش تختار حاجه في حياتها. ويعني بالبلدي كده حياتها متسهله من صغرها، ما تعودتش تحل مشاكل ولا تندمج مع الناس، وبتقول ان هم السبب في اللي وصلته ده، لو كانوا سابوها تعيش زي الباقيين. وتاني يوم من بدري بتكون في المدرسه، وده لانها كانت متحمسه عشان تقابل كاي تاني. بس لما بتوصل ما بيكونش ولا واحد جه لسه، ويا دوب بتقعد من هنا بتلاقي كاي داخل عليها وبيقول لها صباح الخير، فبتتصدم ايشي من لخمتها ما بتعرفش ترد عليه. هو بيشوف اسلوبها ده استفزاز الصراحه ومش مقدره خالص، عشان يسالها لو كانت متضايقه منه لسه من موقف امبارح، فما بتردش عليه برضه. وقتها بيقول لها طب حتى رد عليا السلام يا حاجه، او اعملي اي رد فعل يحسسني انك عايشه. وبيبدا يعلمها ازاي تقول صباح الخير زيه، ودي كانت اول مره حد يعلمها بالراحه كده ولا يعلمها حاجه، فبتقعد مسهبه كده ومش متخيله ان تتكلم معاها المره التانيه. ولما الحصه بتبدا كان المعلم بيسال سؤال كده وقوم اندو تجاوب عليه، بس اندو ما كانتش عارفه اجابته، فالمعلم قال لها تسال اي حد من زمايلها، ويعني حاجه كده زي ان هم يندمجوا مع بعض. فبتقف
اندو تسال زمايلها يمكن حد يرد عليها، وايشي بتبقى عارفه الاجابه لكن متوتره وخايفه ترد، لحد ما بتستجمع جرأتها وبتقوم مجاوبه السؤال، واللي بتجاوبه صح. فكل الفصل بينبهر انها جاوبت السؤال الصعب ده، وبيقولوا عليها دحاحه. وطبعا بنتنا شاطره هتجيب الماده في شوال، عشان من اللحظه دي اندو تعتبرها صاحبتها وتبدا تقرب منها. لكن ايشي مش فاهمه الكلام ده، وده لانها ما جربتش تصاحب حد قبل كده. وايشي بقى افتكرت ان الحظ لعب معاها طالما الكل بقى يشكر فيها ويقول عنها كلام ايجابي، لحد ما بتقابل شله المتنمرين بتاعت اعدادي، واللي بيبصوا عليها من الشباك ويقولوا الا مش دي الصخره، وطبعا يقصدوا ايشي على اساس انها ما بتتحركش ولا بتدي اي رد فعل على حاجه. وزي ما كانوا بيتنمروا عليها زمان بيرجعوا يتنمروا عليها دلوقتي برضه. والصراحه البنت بتعاني معاهم، والكل لما بيسمع اسمها بيضحكوا عليها، فبتتضايق ايشي وبتجري على بره. اما كايفا بيبقى واقف متضايق علشان هو وشه متخشب كده وحاسس انه هيطلع يضرب الكل بسببها. المهم يا سيدي، ايشي كانت رايحه على جنب تعيط وعماله تقنع نفسها انها صخره فعلا، ومش عاوزه الموضوع ده يطول معاها كتير، لانها لو فضلت كده مش هتعرف تتعايش مع الوضع الجديد، وخاصه انها لسه في اول سنه في الثانويه، ما بالك بقى بالثلاث سنين كاملين. وبعدين بنروح على المكتبه عشان تذاكر بس ما بتبقاش مركزه خالص، فبتتفاجئ بكاي داخل عليها، واللي بيبقى جاي لومها عشان ما ادتش رد فعل على الطلاب قالوه، وبيقول لها انها حتى لو مش هتقدر تتكلم تطلب المساعده من حد. فبتستغرب ايشي وبتساله بتطلب المساعده من مين؟ ده مفيش حد قريب منها، وهي كمان ما تعرفش حد. لكن وهي واقفه بتسمع صوت جاي من بره، فلما بتبص بتلاقي شله المتنمرين بيرموا جزمتها في الزباله، فساعتها بتجري على بره تجيب جزمتها، وكاي بياخد باله وبيروح وراها. لكن ايشي من غير ولا كلمه بتاخد الجزمه من الزباله وتسيب زمايلها يمشوا عادي، عشان كاي يظهر لها مره تانية ويلومها انها ما بتتكلمش ولا حتى بتطلب مساعده من حد. ويا بنت حس على دمك، لو فضلت كده على طول هتتاكلي في الزمن ده، وده بيخلي ايشي تتاثر وتعيط، وخاصه انها ما تعرفش حد ومش هتقدر تقف قدام الشله دي كلها، وبتتحرج منه وبتطلع تجري عشان تبدا تفتكر حياتها قبل ما تنتقل للمدرسه دي. وبتفتكر لما كانت بتجيب درجات عاليه في الاعدادي، والكل كان راسم لها مدرسه كبيره، وكانوا متاكدين انها تعدي اختبار القبول بتاع المدرسه، بس وقت الاختبار اتجمدت مكانها زي الصخره ما عرفتش تعديه، وبسبب الموضوع ده كانت خارجه متضايقه ومش حاسه بنفسها، لحد ما خبطت في شله المتنمرين بالصدفه ووقعت على الارض. وقتها اتنمروا عليها تاني، وهي فضلت قاعده في الارض زي ما هي. لكن بعد شويه بدا يظهر لها ازازه صودا ليمون قدامها، لما بصت على اللي ماسكها اتفاجئت انه كاي، ودي كانت اول مره تقابله فيها. وبرضه سالها ليه ما ادتش رد فعل ولا ردت على التنمر اللي بتتعرض له، لكن بسبب صحابه اللي كانوا معاه سابها ومشى معاها. ودي كانت المره الوحيده في اخر يوم في اعدادي اتقابلوا فيه، ومن يومها وهي فاكراه، بس عارفه ان عمره ما هيفتكر واحده زيها ضعيفه، وبسبب سقوطها في الاختبار اضطرت تقدم في المدرسه دي، واللي بالصدفه طلعت نفس مدرسه كاي. المهم بنرجع تاني للحاضر، وبنشوفها وهي بتجهز نفسها ورايحه المدرسه، بس اول ما بتدخل كده بتلاقي اصحابها بيتنمروا عليها، فعلشان تهدي نفسها بتروح تجيب ازازه صودا ليمون من التلاجة. ولما بتمشي لحد الفصل بتقابل شله المتنمرين اللي بيطلبوا منها تديلهم الاكل اللي في شنطتها، فهي بتفتكر ساعتها الموقف بتاع كاي وبتحاول تقلده، وبتطلع ازازه الصودا ترجعها على اساس انها ترشهم بيها، بس شله المتنمرين بيلحقوها وبيوقعوها على الارض. وقتها ما بتقدرش تعمل حاجه غير انها تفضل ساكته، كل ده قدام كاي اللي واقف متضايق عشانها، وبيقوم مقرب منها وسائلها لو كانت هتطلب المساعده منه، فهي بتتلخم اكتر وبتسكت، لكن بيبدا يمليها الحروف واحده واحده، فهي بتنطق وراه وهو ما بيصبرش، وبيقوم واقف مهدد الشله كلها ان لو في حد قرب منها مش هيعرف اللي هيحصل له. وطبعا سمعته سابقاه في المدرسه وكلهم بيخافوا منه وبيطلعوا يجروا، فهي بتتاثر انه دافع عنها، وبتقوم تقف تعتذر له وهي بتعيط وتبتسم في نفس الوقت. فلسه كاي هيلف لها يقول لها ما تعتذريش، لقاها بتعيط وبتبتسم، فابتسم لها هو كمان. وساعتها بتفكروا باول موقف اتقابلوا فيه، وكان بسبب صودا الليمون برضه، وتقريبا كده السر صودا الليمون مش فيها. وبعد الموقف ده ايشي بقت تتشجع تيجي المدرسه بدري عشان تشوف كاي. فتاني يوم اول ما بتوصل بتشوف شويه بنات عمالين يعكسوا في كاي من بعيد ونفسهم يقع في حبهم، وفي واحده منهم هتموت عليه. علشان ايشي تقف تبص على كاي تلاقي معاه تاكا وسيتو وصاحبتها اندو، ودول شله مع بعضهم كده دايما بس مختلفين عن بعض طبعا. اندو وسيتو هتلاقيهم دايما بيحبوا ببعض، ومش حب بمعنى الصحيح، بس سيتو بيحب اندو اكتر منها وهي كرفاله مش مدياله وش. اما كايفا مش محتاج اقول لكم عليه. بالنسبه لتاكا بقى فلوحده كده دماغه مريحاه وبيعرف يحلل اي موقف بسهوله، يعني مش بعيد تلاقيه بيحلل شخصيه ايشي في مره. المهم ايشي ما كانتش مصدقه اللي حصل في اليوم اللي قبله، وده لان محدش مديلها اي اهتمام ومفكره نفسها كانت بتحلم، عشان كده بتاخد بعضها وتروح على خزانتها. ولما بتقول لكاي صباح الخير ما بيردش عليها، فبتحس ان ملهاش لازمه بالنسبه له وبتمشي. ما بتفوقش بقى غير وهو بيوقفها وبيسالها هي كانت بتقول له ايه لانه ما سمعش. فايشي كانت جواها احساس اللخمه واللخبطه وفي نفس الوقت مش عارفه تتجاهله، فبترجع تقول صباح الخير بصوت واطي، وبيقول لها يا بنت علي صوتك شويه، انت بتسمعي نفسك عشان تستجمع قوتها كلها، وتقوم معليه صوتها على الاخر وقايله له صباح الخير. فالمدرسه كلها بتبص عليها ومستغربين هي بتزعق ليه. فكاي بيقول لها هو انت يا كده يا كده مفيش عندك وسط خالص، بقول لك
اتكلمي بس سمعيني بس. وهي ما شاء الله اول ما قالت صباح الخير بس فرحت وطلعت تجري على الفصل، وهي تتخيل نفسها عروسه في الكوشه عامله زي اللي بياخد الاجره في المواصلات، مفكره انها هتجوزها بعدها على طول. المهم يبقى عندها حصه العاب بس من بتاعتهم مش من بتاعتنا. احنا كنا بننزل الحوش نلم الزباله او نلعب استغمايه، ودي اقصى حاجه كنا بنعملها. اما عندهم بقى في حصه العاب صحيح عندهم ملعب باسكت احسن من ملاعب كاس العالم عندنا. فبتدخل ايشي وهي متوتره وخايفه تندمج مع زمايلها لحد ما بتلاقي كوره في وشها، فبتتوتر اكتر ومتبقاش عارفه تعمل ايه غير انها تمسك الكوره وبتقوم حاتفاها في الشبكه فبتدخل. الكل بيقف مش مصدقين اللي حصل، وهي ازاي شاطره كده. فتاكا بيسال كاي لو كان يعرف انها شاطره قبل كده، لكن كاي ما بيردش عليه وبيطلع يجيب ازازه صودا. ووقت ما كان بيشتري ازازه بيشوف والد ايشي في الحوش وهو بيتكلم مع المدير وعمال يوصيه على بنته، وطبعا بيلفت انتباهه وانه خايف على بنته قوي كده، وبيدخل جواه احساس الخوف عليها هو كمان، وبيحس ناحيتها بالمسؤوليه. وبعد ما بيخلص بيرجع الفصل يفضل مركز معاها، فبيسمعها وهي بتحكي لزمايلهم عن يومها في المدرسه، وان نفسها تعمل حاجه جريئه شويه زي انها تدخل المدرسه بعد انتهاء اليوم الدراسي، لان عمرها ما جربت الاحساس ده. بس كاي بيرد عليها وبينصحها ترجع البيت بعد ما تخلص اليوم احسن، وبيعرفها ان اللي بتفكر فيه غلط. فالكل بيستغرب انه خايف عليها وبيبقوا مبلمين يبصوا عليه، وهو كان قال جملته خلع. فاندو بتطلع تجري وراه عشان تساله هو قال كده ليه لايشي، لكن ما بيرضاش يديها سبب مقنع ويسيبها ويمشي. وايشي كانت قاعده في الفصل تفكر في كلامه وشايفه انه معاه حق، وانها لو عملت كده هتعمل حاجه غلط، بس جواها احساس نفسها تجربه وتعمل حاجه خارجه عن طبيعتها. وفي نفس الوقت اللي قاعده فيه في الفصل بتسمع صوت دوشه بره وحد بيقول اطلبوا الشرطه، فبتطلع تبص في الحوش بتلاقي مجموعه شباب بيتخانقوا. في نفس الوقت كان كاي شايف اللي بيحصل وبيمشي ناحيه الصوت، فبيتفاجئ بشله المتنمرين وهم قاعدين مع بعض، وواحده منهم بتتكلم في التليفون وبتقول ان كاي مش موجود دلوقتي في الفصل مع ايشي. فبيفهم على طول انهم ناويين يعملوا فيها حاجه وحشه وبيسيبهم ويطلع يجري يلحقها. ولما بنرجع تاني بنلاقيها قاعده خايفه، وده لانها سمعت صوت حد جاي من بره وبيدور عليها وبيقول اسمها بالظبط، فبتقلق من الصوت وبتحس ان في حاجه غلط برغم انها مش عارفه هو مين ده ولا عاوز منها ايه، وبتستخبى تحت الديسك وهي خايفه عشان بعد شويه نكتشف انهم الاتنين شباب داخلين الفصل يدوروا عليها، وبيكتشفوا مكانها تحت الديسك فبيشدوها وكانوا عاوزين يضربوها. بس هي بتستجمع شجاعتها وبتقوم مناديه على كاي بصوت عالي. هو ما شاء الله بيظهر على الصوت على طول كانه عفريت المصباح، وبيزق الشخص اللي كان ماسكه وكان هيضربهم، لكن هددهم انهم لو قربوا منها تاني هيعمل معاهم الصح. فالشباب بيخافوا منه وبيهربوا على طول، وبيقوم متضاير وقايل لها ان لو باباها عارف باللي حصل ده هيروح فيها، فيا بنت الحلال اتكل على الله وروحي على البيت، وبالنسبه لاحلامك فانا هحققها لك من يوم ورايح، انت بس احلمي وانا معاكي. فبتتصدم ايشي من الكلمتين دول وبتبلم وبتبقى مش عارفه تقول ايه غير انها بتكلم نفسها، وبترجع البيت بعدها بس طول الطريق كانت بتفكر فيه. وتاني يوم في الفصل بتلمح كاي وهو نايم على روحه ومحدش قادر يقومه غير لما الحصه بتبدا المعلم بينادي عليه، فيدوب بيفوق بيلاقي الفصل كله بيضحك عليه، وبتبقى عاوزه تقوم تدافع عنه بس محروجه علشان بعد الحصه تاخد بالها من علاقه سيتو واندو اللي عمال يتغزل فيها على اخره. فبتحس ان هي دي العلاقه المناسبه اللي المفروض تقلدها. يمكن كاي يقع في حبها، ولما بتخرج تتمشى للبيت بيبقى نفسها اتغير من شكلها، يمكن هو ده اللي مخلي كاي يبعد عنها. بس لما بتقف قدام محل الملابس بتلاقي زمايلها واقفين بيتنمروا عليها، وبتبقى مش عارفه تهرب من ايه ولا من ايه، لحد ما بتلاقي كاي واقف قدامها وبيلومها انها روحت بعد المدرسه على طول، وبيقول لها ان مش معنى ان قال لها تمشي على طول فيبقى تمشي على طول، اللي هو انت اهبل يا ابني تعملها ازاي دي. وطبعا بنتنا مش فاهمه حاجه، وكاي قال لها الجملتين دول وسابها ومشي عشان تاكا يقول لها انه يقصد تبقى تبص عليه قبل ما تروح يعني، وغصب عنها كاي بياخدها يوصلها للبيت. فبتفضل طول الطريق تشكر فيه لدرجه انه بيزهق منها، وبيسالها هتفضل تشكره لحد امتى، وبيقوم متضاير وقايل لها انها احسن من اي حاجه بتتقال عليها، ولو كانت حاسه نفسها صخره فهي صخره فعلا، بس حجر كريم مش صخره عاديه. وما اقولكش بقى صاحب الكلمه دول بيعملوا ايه فيها، كانه اعترف لها بحبه بالظبط، وده طبعا في خيالها هي. فبتفضل فرحانه مش مصدقه نفسها، واخيرا حد شافني وحس بيه، ايوه كده يا وديع. فبتوعده انها ما تسببلوش مشاكل بعد كده وتاخد بالها من نفسها، فهو بيضحك كده ويقول لها وقعيني يا ستي في مشاكل ولا يهمك، المهم تبقي مبسوطه. وبيخلع الكاب بتاعه يلبسه لها كمان عشان قلبها كان هيقف ساعتها والفرحه مش سايعاها. وبعد ما بيمشي كاي ويسيبها بيبص عليها من بعيد وهو بيضحك، اما فهي بتجري على البيت وهي مش مصدقه روحها، وحاجه كده اخر محن وجنان. وبعد اللي حصل بتفضل تحلم بيه طول الوقت وهي مفكره بقى مهتم بيها. وتاني يوم اول ما بتروح المدرسه بتجري على اندو تطلب منها انهم يبقوا صحاب، فبتستغرب اندو بتسالها اللي هو احنا مش صحاب برضه ولا ايه، لكن ده كان بالنسبه لاندو. اما ايشي فكانت اول مره تصاحب حد، فتلاقيها مش واخده على جو الصحوبيه ده، وكمان بتبقى متوتره وحاسه انها بوظت الدنيا شويه. فبتقرب اندو منها وبتقول لها يا ست اطمني احنا كده كده اصحاب، لو احتجت حاجه تعالى كلميني في اي وقت. وبيبان ان اندو متعاطفه معاه جدا وكمان طيبه في معاملتها، عكس باقي بنات الفصل اللي كل ما يشوفوها يتنمروا
بيتنمروا عليها. وبعد شويه بيلف طالب عليهم عشان يختاروا رقم الديسك اللي هيقعدوا فيه، فكل واحد بيختار له رقم، وايشي بتطلع حظها تقعد جنب سيتو اللي هي حاسه ان ما بينه وما بين اندو حاجه، فلو قعدت جنبه اكيد صاحبتها هتتضايق، عشان كده عرضت على اندو تغير مكانها معاها. بس المفاجاه ان اندو ما كانتش عاوزه، وشايفه ان سيتو شخص زنان وهي قرفانه منه، لكن ايشي بتفكرها بتحاول تخبي علاقتهم عنها يعني، وبتفضل تزن عليها لحد ما اندو بتستسلم وبتوافق. وبتطلع بقى حظها تقعد قدام السبوره بالظبط، ومفكره ان كاي هيقعد جنبها هو كمان، لكنها بتتفاجئ ان تاكا قاعد جنبها. وبعد شويه بيوصل كاي وبيقعد من الناحيه التانيه، فبقت محصوره ما بينهم هما الاتنين، ومن قلب لا تحزن. فلما المعلم بيدخل الفصل وبيلاقي المنظر ده بيحس انها مش مرتاحه، وبيسالها لو كانت عاوزه تغير المكان، لكن ايشي بتبقى متوتره وشويه تقول وشويه تقول لا، وحاجه ملهاش تفاهم خالص، عشان كاي يريحها من الذبذبه دي ويرد مكانها بان مفيش داعي تغير المكان، وان هيساعدها ترتاح في مكانها الجديد وكده. لكن واحده من زمايلها بترد من ورا وبتقول ان ايشي مش من النوع المفضل بالنسبه لكاي، فبتسرح ايشي في الجمله وبتسال نفسها يا ترى ايه النوع المفضل ده اللي هو بيحبه، فبتقرر تستغل الفرصه وانها قاعده قريب منه وتهتم بكل افعاله، يمكن تعرف هو بيحب ايه او بيكره ايه. فبتاخد بالها انه بيلعب بالقلم بشكل كويس جدا وشاطر كمان في الانجليزي وبيجاوب دايما صح. بس لما المعلم بيوزع الورق بيطلع حظها في ورقه مقطوعه وبتبقى محروقه تطلب ورقه تانية، لكن كاي لما بياخد باله بيطلب لها ورقه تانية، فهي بتاخد الورقه وبتشكره وبتعتذر له في نفس ذات اللحظه. ولما بتبدا الحصه التانية كاي كان رايح في النوم خالص، لدرجه ان واحد من زمايلهم كان عاوز يحرجه وبيحدف كوره عليه، لكن كاي كان صحي اصلا وماسك الكوره بكل مهارته، لدرجه ان الفصل كله سقف له بما فيهم ايش اللي ماشي مع القطيع وخلاص، عشان كاي يقوم يقول لها بطلي تسقيف على الفاضي والمليان. وبعد الحصه ما بتخلص بتسمع الطلبه وهم بيسالوا عنه وبيقولوا انه اختفى مره واحده وانهم ناويين يدوروا عليه، فبتقرر انها تدور معاهم هي كمان، وبتروح اماكن غير اللي بيروحها خالص، وبتفضل ماشيه لحد ما رجلها بتوديها للمخزن بس ما بتلاقوش هناك. وفجاه وهي خارجه بتشوفه ممدد قدامها، فكانت هتصرخ بعلو صوتها لولا انه سكتها بسرعه، فسالته لو كان ده المكان اللي بيهرب ليه على طول، فبيقول لها انه ما بيحبش الزحمه اللي حواليه طول الوقت ومن حقه ياخد شويه راحه، وبيجي هنا من فتره للتانيه عشان يرتاح من دوشه صحابه. فبتطلع الكاب بتاعه اللي كانت اخدته منه من يومين بعد ما غسلته ونضفته مخصوص عشانه، وبتشكره انه ساعدها طول الفتره الاخيره، بس بترجع تساله هو ليه بيلبس الكاب لفتره طويله برغم انه شعره حلو، فبيقول لها انه بيقوم من النوم شعره منعكش وما بيلاقيش وقت يسرحه، فبيلبس الكاب ويخرج بيه خلاص، وبيعرفها ان ده السر بتاعه وما ينفعش تقول لحد عليه، فبتفرح انه بيفضلها على غيرها وبيقول لها كمان على اسراره. ولما بيخرجوا للفصل بيقابلوا زمايلهم اللي كانوا بيدوروا عليه، فاول ما بيشوفوهم مع بعض بيستغربوا وبيسالوا كاي لو كان خرج مع ايشي، فبيقول لهم عادي جدا، وده بيخليهم يستغربوا اكتر لان عمرهم ما شافوا خارج مع واحده. وبنت منهم بتسال ايشي عن المكان اللي كان مستخبي فيه، فكاي بيمسك بقها بسرعه قبل ما تفضحه وبيقول لها مالكيش دعوه انتي، فبتفهم ايشي انه مش عاوز يعرف حد باسراره غيرها، وبتطير من الفرحه عشان مستثنينها عن الباقي وماشي معاها طول الوقت. وتاني يوم كانوا الطلبه كلهم خارجين في رحله تخييم كبيره على اساس انهم ياخدوا على بعض اكتر وكمان يزودوا عدد الانشطه، لكن الكل اتفاجئ بايشي وهي داخله عليهم لابسه شنطه كبيره، والحقيقه جايبه شنطه باباها بتاعه التخييم على اساس انها تساعد لو احتاجت حاجه. ولما بصت على زمايلها لقت شكلهم حلو قوي ومش جايبين نفس اللي هي جايباه، فكانت محرجه منهم، وخاصه انها مش لابسه نضيف زيهم، عشان اندو تطمنها وتقرب منها وتشكر لها في شكلها كمان وان شنطتها قد ايه جميله. لكن وهي واقفه بتسمع زمايلها بيتكلموا عن مكان جوه الغابه، الشجره فيه عامله رسم قلب للسما، يعني لو حد بص ما بين الاشجار هيشوف السما على هيئه قلب، وان لو في اتنين بيحبوا بعض اتمنوا حاجه في المكان ده تتحقق على طول وهيفضلوا مع بعض طول العمر. فبتتمنى انها تبقى موجوده في المكان ده مع كاي على اساس انها بتحبه وكده، وبتمشي ماسكه خريطه طويله عريضه في ايديها عشان تعرف هي رايحه فين، بس زمايلها وراها بيسالوها عن الطريق، فهي بترد بكل عفويه وتشاور لهم هيمشوا منين، فبيضحكوا عليها وهم كمان هدفهم يتنمروا عليها اصلا، لا وكمان بيخبطوا فيها ويقولوا لبعض انهم لسه خابطين في صخره على اساس لقبها وكده. لكن ايشي كانت طيبه لدرجه كبيره وبتشيلش منهم خالص، وبتبقى فرحانه انها خارجه معاهم في رحله بعيد، وواقفه عماله تتخيل منظرها هيبقى عامل ازاي ووشها محمر عشان كاي يبص عليها وياخد باله من اللي بتعمله، فبيفوقها من العبط ده وبيعرفها انهم ماشيين من طريق كله زحلقه، وبيشدها من ايديها على اساس انه يمسكها يعني. ولما البنت تانية بتحاول تمسك فيه هي كمان بيزقها فبتتزحلق على الارض وبيحرجها قدام الباقيين. في الوقت ده بنت بتسال عن اي حاجه يلبسوها من الشمس، فايشي بتطلع الكاب وتقول لكاي يلبسه، فالبنت بتسالها ويلبسه هو ليه مش محتاجه، فلسه ايشي هتقول على السبب كاي بيقوم ماسك بقها وشادد معاها واللي هو انت ما بيتبلش في بقك فوله ولا ايه، فبتفهم ايشي انه بيخبي عن الكل ما عدا هي، وبتسال نفسها هو ايه اللي خصها بالذات ولا على اسراره، وكانت فاكره ان الكل عارف بموضوع الكاب ده، لكن دلوقتي عرفت ان مفيش غيرها اللي عارف. وبعد شويه كلهم بيركنوا على جنب عشان ياكلوا، فايشي بتروح تقعد جنب شجره تاكل، بتلاقي اندو بتسالها لو كانت حابه تشارك معاها الاكل، وكل واحد فيهم بتطلع اللانش بوكس بتاعها، لكن الاكل بتاع اندو
عنده كان شكله جميل ويفتح النفس، عكس اكل ايشي اللي اول ما كاي بيشوفه بيقول لها هو انت طالع من السجن ولا ايه اكل المساجين ده. وبعد ما بيخلصوا اكل بيقوموا يكملوا طريقهم لحد ما بيوصلوا لمفترق طريق، وما بيبقوش عارفين يدخلوا منين ولا حتى موجود في الخريطه بتاعت ايشي، فبتضطر تمشي ورا العلامات بتاعت الطريق، وبتدخل عن طريق متكسر وعالي ملوش اخر، فبيفضلوا ماشيين فيه هم مش عارفين المكان لحد ما السما بتبدا تمطر ومبقاش عارفين يستخبوا فين. وهنا بقى بيفوقوا على صدمه عمرهم، وايشي بتقول لهم شكلنا تهنا يا شباب، عشان تحصل حاله هلع في المكان وكل واحد يجري من ناحيه، وما بيبقوش عارفين يعملوا ايه ولا مين اللي هيقدر يوصل لهم هنا. فكلهم بيتجمعوا تحت هدف واحد، وهي ان ايش السبب وتوهتهم، على اساس انهم كانوا بيسالوها دايما على الطريق وهي اللي تدلهم، بس بعد ما ضاعوا بقت هي السبب في كل حاجه. فبتدخل اندو في الكلام وبتعرفهم انهم كانوا ماشيين ورا العلامات، وان الطريق ده هم دخلوا فيه بارادتهم، لكن ايشي ملهاش اي ذنب في اللي حصل، ولازم يقتنعوا بالكلام ده وما يرموش عليها الذنب. وبتطلب منهم انهم يهدوا عشان يفكروا هيعملوا ايه. لكن البت ايشي بقى كانت صعبان عليا قوي، لانها بتحمل نفسها فوق طاقتها وبتقول لنفسها ان هي السبب ولازم تدور على طريق خروج من هنا باي طريقه، وبتطلع تجري لوحدها تدور على طريق مناسب. فكاي ما بيفوقش غير وهو بيجري وراها، لانه خايف تتوه لوحدها ويحصل لها حاجه، والباقيين بيفضلوا واقفين متنحين مش فاهمين ايه اللي بيحصل، واشمعنى ايشي بالذات اللي كاي راح يساعدها، ما هم كمان في ورطه. في نفس الوقت كانت ايشي ماشيه في الغابه تلوم نفسها لحد ما كاي وصل لها اخيرا، لقاها بتعيط وعماله تندب حظها، فعشان يطمنها قام مديها حضن كبير حنين. هي نفسها وقفت مبلمه قصاده ومش فاهمه هو بيعمل ايه، عشان النخوه والتدين بتاعها يظهر ساعتها وتزقه توقعه على الارض. وبعدين بتقف تبص على جسر معين كده، بتلاقي فيه واحد شبهه في الخريطه، يعني معنى كده انها عرفت الطريق الصح. فكاي بيطلب منها تستناه هنا لحد ما يرجع يجيب الباقيين، وبيسيبها ويطلع يجري. بعد ما الكل بيتجمع تحت الجسر، البنات اللي كانوا بيلوموها من شويه بييجوا يعتذروا لها على اللي قالوه، وبيعرفوها ان كانوا غلطانين في حقها وان الضغط اللي كانوا فيه هو السبب. لكن واحده منهم كان جالها برد وواقفه تحتص على اخرها، فلما ايشي بتلاقيها تعبانه كده بتطلع لها فوطه من معاه تنشف نفسها بيها، فبيستغربوا الاتنين من معاملتها اللطيفه برغم اللي عملوه فيها. وبتبدا توزع على الباقيين من الاكل والشرب بتاعها وسط استغراب من كله، خاصه كاي اللي بيلاقيها وزعت كل اللي معاها وبقت قاعده من غير حاجه. ما كانش عليه غير انه يروح يديلها شويه صودا من معاه على اساس انها تبل ريقها يعني، وكفايه شهامه بقى يا عم النحنوح. بس بيعرفها انه شارب منها شويه ومفيش حاجه لو شربت مكاني يعني. لكن ايش تسكت ابدا، لسانها الطويل لازم يطلع في اللحظه دي وتبوظ المشهد الرومانسي. فبتقوم قايله له مش انا اللي اشرب مكانك يا حبيبي، انت فاكرني مش لاقي ولا ايه؟ علشان تفوق على رزع جمله ليها اللي هو انت مش لاقي فعلا يا بنتي، بطلي تناكه بقى واشربي بدل ما تموت من العطش. فبتفضل تقاوم نفسها ومش عارفه تاخدها ولا لا، لحد ما بيتفاجئوا انهم في نفس المكان اللي اشجار فيه عامله قلب للسما. فبيفرحوا وبيقعدوا يتمنوا كل واحده امنيه، ما عدا ايش اللي بتضيع فرصتها الوحيده وبتتمنى انهم يروحوا البيت كلهم كويسين. وبالفعل امنيتها بتتحقق بسرعه، وبيوصل لهم اتوبيس من بتاع المدرسه يرجعهم تاني. وبتضيع على نفسها اهم امنيه في حياتها، لانها لو كانت اتمنت كاي يحبها كانت دلع عليها على طول. لكن هنعمل ايه بقى، بنتنا فقريه يا جدعان. المهم وهي في الاتوبيس كانت قاعده تامل في السما وحاسه انها مبسوطه عن الاول، وحياتها اتغيرت خالص ونفسها تكمل حياتها كده، لحد ما بتلاقي الاخ كاي جاي يقعد جنبها وبيعمل حجه انه مصدع من الدوشه اللي ورا وعاوز يرتاح شويه، وبيبدا ينام على الكرسي لحد ما بيسند راسه على كتفها، وهي قاعده مش عارفه تعمل حاجه بس مبسوطه انه مطمن ومرتاح معاها، وحاجه اخر انشكاح والله. ولما بترجع البيت بتشكر باباها على الشنطه بتاعته وقد ايه كانت مفيده ليها. فباباها بيسالها لو كانت اتبسطت في الرحله، لاول مره بترد من قلبها وتقول علشان تاني يوم تصحى من النجمه تروح المدرسه وهي مبسوطه ومستنيه تقابل صحابها تاني. بس اول ما بتوصل بتتفاجئ ان زمايلها عاملين لها مفاجاه ومالين لها الديسك بتاعها كله حلويات وحاجات كتير، لدرجه ان ما كانش فيه مكان تقعد فيه. لا وبيبقوا كمان جايين يعتذروا لها على اللي قالوه، وبيعرفوها انهم حاولوا يفرحوها باي حاجه وانهم ما كانوش يعرفوا انها طيبه كده لولاها ما كانوش رجعوا بالسلامه. واخيرا عرفوا قيمتها، والبت يا عيني واقفه هتعيط من كتر الفرحه. فزمايلها بيفكروها متضايقه عشان مش لاقي مكان تقعد فيه، لكن هي في عالم تاني خالص وبتفكر هتدي اكل في الحلويات دي ازاي. اقصد فرحانه بمشاعرهم ناحيتها وانها كونت صداقات كتير غير اندو. فبقت واقفه مساهمه كده لحد ما الواد الفصيل كاي دخل عليها، ولما شاف كميه الحلويات اللي على الديسك بتاعها قام قال لها بكل برود معلش بقى يا اختي انا ما جبتلكيش اي حاجه زيهم، بس انت ما اديتنيش حاجه عشان اجيب لك قصادها، وبعدين انت بتوزعي على الكل ما عدا انا، فالمره الجايه لما تدينا حاجه ابقى اجيب لك انا كمان، وكفايه اللي عندك ده بس انت تقدري عليه. واحده من البنات بتقوم مطلعه تليفونها ومفرجاها على البوست بتاع الصوره اللي نزلتها لما كانوا في الغابه، وبتقول لها انها جابت 300 لايك وحاجه كده انبهار. لكن هم بيقلبوا في الصور بيتفاجئوا بصوره كده لشاب اول مره
مرة يشوفوه، فبتدقق ايشي في الصورة وبتعرف انه كاي، بس قبل ما يصبغ شعره ويخليه شبه برطمان المستردة. فالبنات كلهم بيعجبوا بشكله القديم وبيطلبوا منه يرجع شعره اسود تاني، لكن الواد تنح وبيسمعش كلام حد، اللي هو انا حر اعمل اللي على مزاجي. المهم من ضمن الكلام بتيجي ذكريات الاعداد وصورهم في حفلة التخرج، فكل واحدة بتقول انها هتجيب البوم بتاعها بكرة ويتفرجوا عليه كلهم عشان يفرحوا سوا كلهم، ما عدا ايش اللي بتبقى خايفة من الصور بتاعتها وفاكرة انها متصورة صور وحشة من قمة الذكريات الوحشة اللي عاشتها، وبتحاول تخلع بالشكل لكن ما بتعرفش، وفي الاخر بتضطر انها توعدهم تجيب الالبوم معاها. وبترجع البيت تدور في كل مكان لحد ما بتلاقي الالبوم، بس بتبقى خايفة تفتحه، ولما بتستجمع شجاعتها وتفتحه بتلاقي صورها جميلة ومش وحشة زي ما كانت متخيلة، عشان كده بتطمن انها تفرج صحابها عليهم وبتاخده معاها تاني يوم. في وسط مقلب ذكريات اللي اتفتح ده، كل واحد ماسك الالبوم بتاعه عمال يفرج عليه الفصل كله، وبيفضلوا يقلبوا في الصور كلها بما فيهم صور سيتو وتاكا واندو، لحد ما بتيجي صورة بنت محدش عارفها، لكن ايشي بتفتكر انها كانت معاها في الفصل واسمها سيرينا، بس اختفت من بعد الاعداد لانها راحت مدرسة تانية. لكن بنكتشف ان زمايلها مهتمين بصورهم قوي، فبتحس انها ملهاش مكان وسطهم وبتطلع تجري على السطح تتكلم في نفسها، بس جاي كان شافها وهي خارجة فراح وراها، ولما سألها لقاها بتتكلم عن الصور بتاعتها، ففتح الالبوم غصبا عنها وقعد يتفرج عليها، وبيختار لها صورة حلوة ويقول لها انه هيفرج صحابهم عليها، وقبل ما بيمشي بيديلها حتة حلويات على اساس انه بيراضيها يعني. ولما بتبقى راجعة للفصل بتقابل تاكا اللي كان عارف مين اللي لعب في الاشارات بتاعة الطريق، وجايب لها البنت تعتذر له عن اللي عملته وانها وقعته في مشاكل. وبعد ما البنت تمشي بيقف يتكلم معاها بخصوص كاي، وبيقول لها ان اول مرة يشوفه متغير كده وبيتعامل مع بنات، وانها اول بنت يبقى قلقان ومهتم بيها طول الوقت، وبرغم معرفته الشديدة ليه الا انه مستغربه الفترة دي، وخاصة من اول ما قابلها في المدرسة لانه ما عادش زي الاول وبقى بيخرج معاها اكتر واحدة. فبتحس ايش انها خطفت كاي من صحابه، وان تاكا بيلومها عشان قربت منه زيادة عن اللازم، وبتمشي تزعق لنفسها عن اللي عملته. ولما بترجع الفصل بتلاقيه بيتخانق كمان، فبتحس انه بيتخانق بسببها وانها ورطته في مشاكل مش بتاعته، فبتقرر تبعد عنه وتمشي من سكات وتبعد واحدة واحدة عنه. وتاني يوم ما بتقدرش تروح المدرسة، وده لان بيجي لها دور برد تقيل، ما بتتحركش من السرير بسببه، وبتبقى مفكرة ان مفيش حد هيدور عليها ولا حتى هيحس انها مش موجودة، لحد ما بتتفاجئ لما مامتها بتقول لها ان في تليفون جاي لها من زمايلها في المدرسة، فبتبقاش مصدقة نفسها وبتقوم ترد بسرعة. بتتفاجئ انه كاي اللي بيسألها ما جاتيش ليه واللازم منه، فلما بيعرف انها تعبانة بيسألها عن عنوان بيتها بالتفاصيل على اساس انه يجيب الباقيين ويجي يزوروها، بس ما بتبقاش عارفة توصف له الطريق ازاي، وبتخرج تقف في الشباك تبص، بتكتشف انه اصلا واقف تحت بيتها هو واصحابه وجو مخصوص عشان يطمن عليها، وفرحتها كانت كبيرة ما تتوصفش. وتاني يوم لما بتروح المدرسة بتدخل على سيرة كاي، وكل الفصل بيتكلم عليه هو وسيرينا، وان ما بينهم علاقة قديمة وهو اتغير من وقت ما بعدت عنه، عشان كده بقى انطوائي وما بيتكلمش كتير. فبتتضايق ايش من الكلام وبتحس ان ملهاش دور في حياته، وبتقول لنفسها ان لازم تبعد عنه عشان تديله مساحته الشخصية، وبتجري على بره وهي بتفكر فيه وزعلانة انها مش هتقدر تقرب له تاني. ولما بتروح الحمام بتتفاجئ وهي خارجة ان في تليفون، فبيقف بتمسكه، وساعتها بيظهر سارينا في الصورة اللي مش عارفين ظهرت امتى ولا منين، بس تقريبا كده جت عشان تختم القصة بتاعت ايشي مع كاي. تاني يوم بقى اول ما بيوصلوا المدرسة بتشوف سارينا من بعيد وهي داخلة، وكل الطلبة بيتكلموا عن علاقتها بكاي وازاي انفصلوا بالسرعة دي، فبتبقى واقفة مش عارفة هتعمل ايه، لحد ما واحدة تانية بتيجي تقول لها على علاقة سارينا وكاي وانهم ارتبطوا في اخر سنة في اعدادي، لكن ما عداش وقت طويل وانفصلوا بسرعة ومحدش يعرف سبب الانفصال ايه. وبتترخم عليها بقى وبتقول لها اللي هو انت كمان يا ايشي ما تعرفيش انفصلوا ليه، على اساس انها عارفة انها معجبة بيه وكده. لكن السؤال ده بيخلي ايشي تسأل نفسها برضه يا ترى ايه سبب انفصالهم عن بعض، وان محدش يعرف السبب ليه لحد دلوقتي. وبتبقى مستغربة انه كاي ينفصل عن سارينا وهي بالجمال ده، طب لو كانت وحشة كنا قلنا ماشي، لكن ده شعرها احمر وعينيها خضرا. المهم بتدخل الفصل بتاعها وبتعرف ان في مهرجان كمان اسبوعين هيتعمل في المدرسة، لكن المعلم بيقول لها كمان ان امتحانات نص السنة كمان 3 ايام، وبيشجعهم يذاكروا ويهتموا بدراستهم عشان يجيبوا درجات كويسة. وطبعا عشان مزاجهم ما يتعكرش في المهرجان، فكل واحد بيبقى سرحان في همه وازاي بيكرهوا الرياضة ومحدش بيفهم فيها حاجة، واللي بيقول ان ما يعرفش حاجة عن المادة غير اسمها، وعمالين يولولوا على اخرهم. لكن ايشي بقى كانت طيبة لحد السذاجة، وبتروح تعرض على بنت منهم انهم يذاكروا سوا وانها هتساعدها وتفيدها بملاحظتها في المادة يعني. فحبيب البنت بيسمع الجملتين دول وبيشد ايشي على مطعم يذاكروا فيه، وبيتطفل عليهم هو كمان بانه عاوز ينجح. لكن بنكتشف بقى انه كاي هو كمان هيبقى معاهم، فبيطلبوا الاكل الاول قبل ما يبداوا المذاكرة. بس ايشي كانت مشغولة بعلاقة كاي على الاخر، وبدل ما تذاكر فضلت تسأل نفسها يا ترى لو سألته عن علاقته بسارينا هيرد عليها بايه، وخاصة انها عارفة ان الموضوع حساس شوية، بس بتلم لسانها وبتقول بلاش بدل ما يحرجني. وهي قاعدة بالصدفة بتلاقي كام بنت من زمايلها داخلين المطعم هم كمان وجايبين معاهم سارينا، فاول ما بيشوفوا كاي قاعد بيشاوروا عليه وبيقولوا مش ده حبيب سارينا القديم، عشان سارينا تلمحه بطرف عينيها وبتحاول تخبي مشاعرها، وباين كده انها مخبيه حاجة. لكن ايشي كانت واخدة بالها من كل حاجة ومركزة قوي في تفاصيل وشها، وبتسأل نفسها علاقتهم للدرجة دي محرجة.
عشان كل واحد فيهم يبص للتاني بطرف عينه. لكن واحده من البنات بتحب تتقل عليهم وبتطلب انها تقعد مع كاي على الترابيزه، وكل ده عشان تساله عن علاقتهم بسيرينا وازاي انفصلوا عن بعض. لكن كل ده ما بيلفتش انتباه كاي بحاجه، وبيفضل قاعد زي الكرسي بالظبط. في الوقت ده البنت والواد اللي كانوا مع ايشي بيسالوا ايشي لو كانوا بينقلوا المكان تاني احسن عشان ياخدوا راحتهم، فبترد ايشي بكل براءه وبتقول لهم ان عندها حظر تجوال من بعد الساعه 5 على اساس انها مش هتعرف تطول كتير معاهم يعني. بس الكلمتين دول بيخلوا البنات اللي في شله سارينا يتنمروا عليها ويقولوا انها عايشه في قوقعه ومقفول عليها، وبيتنمروا عليها اكتر ويقولوا ان وجودها جنب كاي مالوش اي لازمه لانهم مش لايقين على بعض. فبتتحرج ايشي جدا، بس كالعاده ما بتديش اي رد فعل. فلما سارينا بتشوفها كده بتحس لها بالاحراج سلف، وبتقوم موقعه صينيه العصير ومزعقه فيهم عشان يبطلوا كلام، وطلبت منهم يمشوا من هنا بسرعه. فهم بيتضايقوا منها وبيسيبوها لوحدها وبيمشوا عشان هي كمان تقرر ترجع البيت. فايشي بتحس انها خدت لها حقها منهم وبتقوم تعتذر لها وتشكرها في نفس الوقت، ومش عارفين البت دي هبله ولا عبيطه الصراحه، والمفروض هي اللي يعتذروا لها مش العكس. لكن سارينا كانت متربيه 10 مرات هي كمان، وقامت معتذره لها على اللي حصل واخده بعضها وماشيه عشان الست ايشي تفضل واقفه مبلمه ومش مصدقه نفسها ان سارينا اعتذرت لها، وقعدت تشكر فيها في سرها وتقول انها دافت عنها برغم انه لسه متعرفين على بعض قريب. وتاني يوم في المدرسه بتفضل مراقباها طول الوقت عشان تشوف شله البنات بتاعتها هم بيتنمروا عليها هي كمان، وبيقولوا لها تحمد ربنا ان قبلوها في شلتهم. لكن سارينا بتعرف ترد عليهم كويس قوي وبتقول لهم انها مش فاكره لو كانت انضمت لهم فعلا ولا هم اللي بيجروا وراها عشان محبوبه والكل بيتكلم عليها كويس، ويعني بالبلدي عاوزين يطولوا من المحبه دي اي حاجه. بس الصراحه الكلام ده بينرفز البنات جامد، وواحده فيهم بتطول عليها اكتر كمان وبترفع ايديها عشان تضربها بالقلم. فلما ايشي بتشوف اللي بيحصل بتجري بسرعه تحوش عن سارينا وبتاخد مكانها القلم، فبتتاثر سارينا باللي عملته علشانها ولسه هتتكلم معاها ايش انطلقت فيهم كلهم وقامت قايله لهم ان سارينا دافت عنها مش اكتر لان حظر التجوال بتاعها كان جه وكان لازم تروح. وبتسالهم لو كانوا عاوزين يقولوا كلام تاني ولا حاجه، بس بتقول وهي بتصرخ في وشهم فبيخافوا منها. لكن بطلنا الهمام بيظهر هو كمان في الصوره، ولما بيشوف اللي حصل في ايشي بيدخل يدافع عنها، والبنات اول ما بيشوفوه بيخافوا منه وبيجروا على بره عشان بعدها كاي يتضايق لسارينا يحط لها الجاكيت على هدومها ويقول لها تبقى تنادى عليه بعد كده لما يحصل لها حاجه. كل ده وما اتكلمش كلمه واحده مع ايشي خالص وبيسيبهم ويمشي. فسارينا بتجري وراها هي بتقول له انها ما طلبتش مساعدته في حاجه ومش لازمها اصلا. اما ايشي فكانت واقفه مش عارفه تقول ايه ومصدومه من موقف كاي معاها، وخاصه ان سابها وما اتكلمش معاها خالص. لكن الفضول جواها هيقتلها ونفسها تعرف هم انفصلوا عن بعض ليه، بس مش عاوزه تتطفل على كاي وتعرف حاجه هو مش عاوز يقولها لحد. وبعد كام يوم بيجي مهرجان الثقافه بتاع المدرسه، فبتفضل ايشي واقفه على البوابه مستنيه كاي يوصل، وكل الناس عمالين يسالوا عليه حتى المعلم بتاعه اللي مستغرب انه اتاخر، بس يا دوب بيسال عليه وبيلاقيه جاي من بعيد لكن من غير لبس المدرسه عشان ساعتها يدوله الزي المخصص بالمهرجان. بس برضه كان ما بيتكلمش مع ايشي خالص، وده بيخليها تولع من جوه ونفسها تعرف هو بيمر بايه ولا ما عادش بيتكلم معاها ليه. لحد ما بتلاقي سارينا جايه هي كمان من بعيد ومعاها شله البنات بتاعتها اللي تقريبا اتصالحوا على بعض ورجعوا تانوا صحاب. لكن المفاجاه بقى ان البنات دول بيجوا يعتذروا لايشي على اللي حصل وبيقولوا لها انه ما كانوش يعرفوا يعني ايه حظر تجوال، بس لما عرفوا تقصد ايه من سارينا عذروها واعتذروا لها مره تانية عن اللي عملوه، وبيقولوا ان حظر التجوال ده معناه ان اهلها خايفين عليها بزياده وهم حابين يحسوا نفس الاحساس بس من حظهم بقى. وبعد ما بيسيبوها ويمشوا سارينا بتعرف ايش انهم دايما كده يغلطوا الغلطه ويرجعوا على طول، وهي مش عاوزه تكره حد ولا تشيل جواها من ناحيه حد، عشان كده هي سامحتهم على طول. وانهم زي ما عندهم جوانب وحشه في شخصيتهم اللي عندهم جوانب تانية كويسه واكيد ما كانوش يقصدوا. وده عندك واحده ايش جديده بس من نوع تاني على الاقل بتعرف تتكلم عن ايش بتاعتنا. وبعد ما بتخلص معاها بتروح تعرف كون انها ترجع له الجاكيت بتاعه بكره لانها بتغسله في البيت ولسه ما نشفش. فبتفضل ايش واقفه مركزه معاهم وهم بيتكلموا وبتحس ان علاقتهم كانت مش مستقره وزي ما يكونوا في حاجه عكرتها وخلتهم يبعدوا عن بعض، والفضول هيموتها على الاخر. وبتسال نفسها بقى اذا كانوا هيرجعوا لبعض تاني ولا لا. بس بعد شويه بنشوفها قاعده مع اندو ويورو في الفصل، ويورو واقفه عماله تبص لايش على اخرها على اساس ان مش عاجبها شكلها كده وعاوزه تغير تسريحه شعرها. وانت يا بنتي ما زهقتيش من قصه واحده ماشيه بيها من اول السنه؟ انا شايفه ان قصه دير الحسين هتبقى لايقه عليك اكتر. وبتقوم متقمصه دور الميك اب ارتست ومغيره لها التسريحه خالص عشان اول ما ايش تبص في المرايه تبقى محرجه جدا، وكل ده عشان رقبتها باينه شويه. بنتنا محترمه يا جماعه. وبعد شويه بيدخل كاي الفصل فبيشوف زمايلهم كلهم هم واقفين معجبين بالقصه الجديده بتاعتها، فبيقول لها بكل برود وهو بيبتسم بيتهيألي بقى عندك صحاب كتير قوي الفتره دي يعني ما بقيتيش محتاجالي، وبيسيبها ويمشي. فبتقعد تسال نفسها يا ترى يقصد ايه بالكلمه دي؟ هو عاوز يبعد عني ولا زهق مني ولا يكونش رجع لسارينا فعاوز يسيبني ولا يمكن خايف عليا بجد فعاوزني ابقى براحتي وحاجه اخر جنان. والله بتكلم نفسها 50 كلمه في الدقيقه ومش عارفه اجابه اي حاجه. ولما الحصه بتبدا كان في 2 طلبه بيتكلموا عن المعلم
بتسألهم عن اجابات الامتحان وباين عليهم انهم فاشلين على الاخر، فبتستناهم ايش بعد الحصه وبتعزم عليهم بالمذكره بتاعتها على انها بتساعدهم وكده، ومش عارفين قلبها الطيب ده هيوديها لفين يا جماعه. كل ده وكاي واقف من بعيد يبص عليها وبيسمع الطلبه وهم بيحرجوها وما بيوافقوش على مساعدتها، فهي بتقف تلوم نفسها ومش عارفه هي عملت الصح ولا لا. هو واقف هيموت من الغيظ من البهدله اللي عاملاها في نفسها دي، وهي في الفسحه بتخرج تتمشى في الحوش، فبتسمع الطلبه وهم زنقين كاي في الحوش وهاتك يا اسئله عن علاقته بسارينا، ونفسهم يعرفوا هو سابها ليه بعد قصه الحب بتاعتهم، وازاي يسيب بنت جميله زي دي وبتلمع من بره. ده حتى بيشكروا في ريحتها وبيقولوا ان اول مره يشموا ريحه حلوه كده، لكن كاي واقف في النص مش راضي يديلهم اي اجابه، وشايف شويه حمير عمالين يتدخلوا في اللي ملهمش فيه، وهي لما بتلاقيه كده بتسيبه على راحته وبتمشي، لكن كان واخد باله منها خلاص وبيشوفها وهي ماشيه فبيجري وراها يوقفها وبيقول لها جمله واحده بس، وهي انه عاوز ينام، وبياخدها معاه للمخزن القديم. قال ايه هيريح له ساعتين ويسيبها جنبه تبقى تفوقه، بيعاملها كانها المنبه بتاعه، وهي حاسه بكده فعلا، بس فرحانه انه على الاقل ليه مصلحه معاها. المهم ما تبعدش عنه، محافظه على كرامتها اول البت دي، لكنه بيقوم سائلها سؤال محرج شويه عن وقت ما انضربت بالقلم على وشها، يا ترى كانت متعوده على كده زي ما قالت ولا كانت اول مره، فبتعرفه انها كانت اول مره تنضرب اصلا، بس ما حبتش تبين قدام سارينا عشان ما تشيلش ذنبها، وبتسكت كده حبه وهي بتفكر لو كان قلقان عليها ولا لا، فبتلاقيه بيحط ايده على خدها اللي انضربت عليه وبيقول لها انه اكيد بتتألم دلوقتي، وهي يا دوب بيقول الجمله دي من هنا وبتسرح في عالم تاني من هنا، وكأن نفس تقول دخلتها الجنه وخلتها تسرح في كل حاجه حلوه، ووشها بيحمر وبيتوتر، والصراحه مش قادر اوصف شكلها في اللحظه دي من كتر ما هي قلب الوان، وبتبقى مش عارفه تتنفس من كتر الفرحه، ومش مصدقه نفسها انه لمسها بايديه، وبتسرح بخيالها وهي مش حاسه، وبتخرج تتمشى في الطرقه وهي بتكلم روحها، يا ترى انا اللي ببالغ في ردة فعلي ولا الكل بيحصل معاه كده فعلا؟ يمكن ما يكونش الموضوع كبير بالنسبه لكاي، لكنه بالنسبه لها حاجه اول مره تحسها، عشان سارينا تفوقها على طول، وبتسالها لو كانت عارفه مكان كاي، فبتحاول ايش تخبي الموضوع ده، بس سارينا بتسالها لو كان في المخزن القديم اللي في الدور الرابع، وبتطلع عارفه هو بيستخبى فين كل شويه، وده بيصدم ايشي لانها كانت فاكره ان هي الوحيده اللي عارفه مكانه، على اساس انه قال لها هي بس، لكن سارينا بتحكي لها عن علاقتهم زمان، وانه كان متعود دايما يهرب من الزحمه ويروح لمكان بعيد، فكان بياخدها معاه للسطح وبيخليها تقعد جنبه، ومفيش مكان في المدرسه ده منعزل عن الدنيا غير المخزن، عشان كده خمنت انه يكون هناك، فبتعجب ايشي بيها وبتقول لنفسها ان اكيد كاي ارتبط بيها عشان لماحه، وبتاخد بالها من ادق التفاصيل، لكن سارينا بتقطع تفكيرها وتعرفها انها مش هتقول لحد وهتعمل نفسها ما تعرفش، وانها يعني نفس اللي حصل معاها قبل كده بيحصل مع ايشي دلوقتي، نفس الموقف بيتكرر، لكن ايشي بترد عليها وتقول لها انها ما تقارنش نفسها بيها لانها عرفت ان ده سر من غير ما كاي يقول لها، وبتطلب منها ما تقارنش نفسها بحد تاني لان كل واحد فيهم شخصيه مختلفه، فبتقف سارينا مصدومه من الكلام ده ومش عارفه ترد، وايشي بتفتكر انها حرجتها، لكن سارينا كانت بتفكر في حاجه تانية خالص، وهي ان ايشي معاها حق، لانها لو قارنت نفسها بحد اكيد هتقل من نفسها، ولازم تمنع الموضوع ده لو كانت عاوزه شخصيتها مستقله. ولسه هترد على ايشي بتلاقي واحد زميلها بينادي عليها وبيسالها ليه حاطه صوره كاي على تليفونها، وبيسالها لو كانت لسه بتحبه، فبتتعصب سارينا وبتزعق معاه عشان فتح تليفونها من غير اذن، لكن بيقطع كلامها كاي اللي بيطب عليهم فجاه، والواد ما بيصدق وبيقعد يلقح عليه بالكلام، هو حبيبي القلب وصل اهو، لكن يورو بتدخل في النص وبتقوم قايله انها حاطه صورته هي كمان في تليفونها، ومش معنى انها بتحبه ولا حاجه، هي كل الحكايه انها نفسها تبقى نفس شخصيته، وده لان في مقوله عندهم بتقول انك لو حطيت صوره حد على تليفونك هتبقى شكله، ومش دليل ابدا على حبك للشخص ده، وبتحاول تحسن منظر سارينا قدامهم اللي بتطلع الجاكيت بتاع كاي وبتديهوله، واخيرا الحجر بينطق وبيطلب من يور انها تقص شعر ايشي كل مره كده لانه عجبه جدا عليها، فبتقف ايشي مصدومه من كلامه وانه معجب بيها ازاي، لدرجه ان من كلمتين رجلها ما بتقدرش تشيلها بتاع على الارض، وبتقول لنفسها لو كان عندها نص شجاعته بس مش كان زمانها اعترفت له بحبها على طول، لكن هنقول ايه بقى، بنتنا شخصيتها ضعيفه وعمرها ما هتتغير، ومش عارفين هتعمل معاه ايه تاني، بس هنعرف مع بعض المره الجايه. وده لان ملخصنا النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم، واستنوني بقى الحلقات اول ما تنزل، وما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا سلام.